شايفين يا جماعة طبق القرنبيط الجميل ده؟ ما فيهوش بيض خالص، من غير اي بيض خالص. مكوناته سهلة وبسيطة وهتعمليه وهيوفر لك البيض والوصفة حلوة قوي وخفيف وهش ولذيذ. جربي الوصفة معانا، تعالي شوفي الفيديو معانا وشوفي عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على رسول الله ونبدأ بسم الله. هنعمل النهاردة قرنبيط هيعجبكم جدا بطريقة حلوة قوي من غير بيض خالص، وهيبقى مقرمش وكريسبي معاكي وهتحبيه قوي. معانا هنا مية على النار هتغلي، نحط فيها سنة كركم، شوية كمون، معلقة ملح، وهنحط بقى معانا هنا القرنبيطه قطعناها وردات صغيره كده، وهنحطها بقى تتسلق. مش هتاخد وقت يعني، مش هتكمل 10 دقايق، وهنطلعها على طول علشان ما يتهريش. هنا خلاص يا جماعه القرنبيط استوى اهو، يعني مكملش 10 دقايق في الميه، وهنطلعه بس كويس ونطلعه من الميه. معانا هنا بطاطس عاملينها ومقشرينها ومقطعينها حلقات كده، هنسلقها برضو علشان هنقليها بنفس طريقة القرنبيط، هنعملها مع القرنبيط. معانا هنا يا جماعة، هنا بقى هنعمل الخلطة بتاعة القرنبيط. هنحط معانا هنا 4 كوبايات دقيق، عليهم 1.5 كوباية نشا، نحط عليهم بقى التوابل. هنا معانا فلفل، كمون، كزبرة، هنا بابريكا، كاري، توم باودر، معانا توم باودر، بصل باودر، ملح، احنا معانا هنا مكعب مرق ونفركه كويس كده عشان نحطه مع الدقيق. نقلب الخلطة دي كلها كده مع بعض. معانا هنا معلقة من البودر، نقلب كل الخلطة دي مع بعض كده كويس. ناخد بقى من الخلطة دي، ناخد بقى شوية من الخلطة دي كده اللي جهزناها دي، ناخد نصها كده ونحطها هنا، وهنحط هنا بقى 1 كوباية من المية، عليهم بقى شوية من الخضرة، الكزبرة الخضرة، هنا فصين توم مهروسين. نقلب بقى مع بعض كده الخلطة دي كلها كده، نزود بقى مية، نقلب كل الخلطة دي بقى مع بعض كده كويس. نحط شوية كركم،
نحط شويه كمان كده عشان تدي لون شويه للخلطه. هي كده قوامها تقيل شويه، نخففها شويه. كده ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه، قوامها خفيف شويه، ولا هو خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني مظبوط. نحط هنا شويه كركم هنا كمان عشان ندي لون بس للخلطه كده يبقى لونها حلو. وهنسخن الزيت بقى علشان نقلي القرنبيط. هنا بقى يا جماعه نقلي القرنبيط، بناخد القرنبيط كده الاول بننزله هنا في الخلطه كده السائله اللي عملناها، وبعد كده بنطلع بيه على الدقيق على الخلطه التانية اللي هي الجافه. ناخد كده من الخلطه اللي هي السائله ونحط هنا في الخلطه التانية الجافه. بالشكل ده معانا اهو. يا جماعه اهو، وننزل بقى بيه كده على الزيت السخن اهو. الزيت سخن معانا، نفض كده نفضه كده من الدقيق. تاني بقى نعمل شويه كمان معاكم. ناخد من هنا من الخلطه السائله كده ننزل في الدقيق، بيطلع معاكي بقى ناشف وكريسبي كده ومقرمش اكنه فراخ. والله كنتاكي بيبقى طعمه حلو قوي، احلى من الخلطه من الوصفه القديمه بتاع القرنبيط بتاع زمان ده بكتير جدا، وحلو مفيهوش بيض وموفر وجميل. جربيه وهيعجبك قوي، وخفيف كده، خفيف تلاقيه خفيف انه مفيهوش بيض، خفيف وحلو كده تحبي بس تاكلي منه. هنقلب بقى بقى. بصوا بيحمر اهو، بيبقى ناشف كده وكريسبي، بيبقى جميل قوي. بصوا بقى يا جماعه، بصوا القرنبيط وجماله بقى بعد ما قليناه، تحفه وشكله جميل ومقرمش وكريسبي وتحفه. بصوا شايفين، سامعين صوت القرمشه؟ سامعين؟ جميل جدا. بصوا جميل ازاي، بصوا تحفه جميل بجد. جربوه هتعجبكم قوي الوصفه دي، موفر مفيهوش اي بيض وحلو وخفيف، وهتحبي الوصفه دي قوي وهتعجبك. جربيها ومش هتندمي. ودي بقى معانا البطاطس اللي احنا كنا سلقناها، احنا بنسلقها نص سلقه وبنقليها بنفس طريقه القرنبيط. تحفه يا جماعه. القرنبيط ده مع شويه سلطه بقى وشويه مخلل والعيش بقى الله عليه، جميل قوي.